اتفرجت على الحلقة بتاعت اسلام مهدي ومينا مشجع مش عارف الاهلي ولا الزمالك، مش عارف اصنفه ايه. شابوه اسلام. من وجهة نظري انت غسلته، دعكته، فشخته، ليفته، هويته، شمسته، يعني عملت فيه كل حاجة تتعمل يعني. رغم ان هو بيتكلم في حاجات يعني بيقول لك المبادئ. يا مينا، يا مينا يا حبيبي، يا مينا يا قلبي، يا روحي، يا عمري، انت اول واحد خالفت المبادئ. انت غيرت مبدأك من قناة الاهلي، رحت رايح مشجع الزمالك. يا مينا ده انت الموضوع المفروض اسلام مهدي كان قال لك سلام عليكم، راح مسلم واخد بعضه ومشي. بعد ما انت قلت السبب الحقيقي، انت قلت انا كاره للنادي الاهلي عشان اتعمل معايا حاجات وانا شغال في قناة الاهلي ومشوني. فانت لو ما مشاكش النادي الاهلي، ولو ما عملش معاك الحاجات دي، الله اعلم حاجات حلوه ولا حاجات وحشه يعني، المهم اللي هو عمل معاك حاجات وقلت كاره للاهلي. فانت هنا مش كاره للاهلي اللي انت بتحب الزمالك واللي انت زملكاوي والكلام ده. لو الاهلي كان احتواك وخلاك لسه في القناه وعمل لك برنامج وستتك كده وخلاك يعني ست بيت شاطره، يعني خلينا نتكلم بصراحه، كان زمانك دلوقتي لسه في قناة الأهلي وأهلاوي وطالع بتهاجم الزمالك، وكنت بتغني التالتة شمال مكان ما تغني سمعنا يا عم الحدودة والقصص دي. ف شكرا إسلام مهدي، شكرا. اللي انت يعني حطيت عليه، مع انك طبطبت عليه، بس ماشي يعني. انا بالنسبة لي مقبولة، بالنسبة لي مقبولة. فالحمد لله وقدر الله ما شاء فعل يا اخويا مينا. وعايزك بس ايه تجمد قلبك بعد كده لما تيجي تطلع مع 20 واحد اهلاوي. نقي واحد بس يكون اهلاوي بجد، احسن من ال20 اللي انت طالع اناظرهم شغل فاهم انت من ورا الكاميرا دوت. وشغل اللي انا اجيب 20 واحد واديهم كل واحد 200 300 جنيه واعمل عليهم نمرة فأسة. اسلام مهدي كيفك، صباح الفل.